هل تعلم أن هناك أماكن في العالم يصعب توصيل الإنترنت إليها؟ لكن ماذا لو أخبرتك أن هذا الأمر سيتغير قريبا في الصحراء المغربية؟ في خطوة قد تحدث ثورة رقمية حقيقية، تتفاوض شركة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك مع المملكة المغربية لتوصيل الإنترنت فائق السرعة إلى الأقاليم الجنوبية النائية. لكن ما سر هذه التقنية المذهلة؟ تنشر ستارلينك شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية المصغرة تحلق في مدار قريب من الأرض، مما يمنحها قدرة فريدة على تغطية المناطق التي يستحيل وصول الكابلات البحرية أو الألياف الضوئية إليها. وبدلاً من الانتظار سنوات لمد البنية التحتية التقليدية، يمكن للسكان الاتصال بالعالم بمجرد تركيب طبق استقبال صغير. بالمقارنة مع الإنترنت التقليدي، ستارلينك لا يحتاج إلى تمديد كابلات ضخمة، مما يجعله الحل الأمثل للمناطق الشاسعة مثل الصحراء المغربية. تخيل معي مدرسة تقدم دروساً عبر الإنترنت من واحة صحراوية، مزارع يستشير خبراء زراعيين عبر مكالمة فيديو مباشرة، سياح يبثون مغامراتهم مباشرة من قلب الكثبان الرملية، طالب يحضر محاضراته الجامعية وهو في أقصى جنوب المغرب. الأمر لا يتعلق فقط بمشاهدة الفيديوهات أو التصفح، بل بتحويل الصحراء إلى مركز للابتكار والفرص والاتصال بالعالم. هل ستصبح الصحراء المغربية نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي في المناطق النائية؟ وكيف سيؤثر هذا على حياة السكان المحليين والتنمية الاقتصادية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.